شهد مركز جون كينيدي للفنون بواشنطن اليوم مراسيم سحب قرعة كأس العالم 2026 ليجد المنتخب المغربي نفسه في مجموعة قوية تضم البرازيل وهايتي واسكتلندا ضمن نسخة تاريخية تنظم لأول مرة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة ما بين 11 يونيو و 19 يوليوز 2026. النسخة 2026 ستعرف أيضا ارتفاع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا إلى جانب حضور عربي هو الأكبر في تاريخ البطولات ب7 منتخبات. ويستهل أسود الأطلس مشاركتهم في البطولة بمواجهة البرازيل ثم يلتقون مع اسكتلندا قبل أن يختتموا الدور الأول بمواجهة هايتي. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والبرازيل سبقا تواجها في دور المجموعات من مونديال 1998 حين فازت البرازيل 3 أهداف مقابل 0 بينما فاز المغرب على اسكتلندا في النسخة نفسها ب3 أهداف مقابل لا شيء. وفيما يلي نتائج قرعة المجموعات: